هاي محمد، ممكن تعرفنا بنفسك وعن مشوارك في الريل ستيت؟ طيب أنا محمد أبو الفضل، بزنس بارتنر في دي أدرس انفستمنتس بقالي 4 سنين. بشتغل أصلا في الريل استيت من 2013 تقريبا. اشتغلت في كذا حاجة، كذا شركة عديت عليها، يعني شركات كلها كبيرة اتعلمت منها حاجات كويسة جدا. وفي الآخر استقر بيا الوضع إن أنا بقالي هنا 4 سنين فاتح فرنشايز يعني وبزنس بارتنر. طب عرفت ليد سمارت ازاي؟ بصي، انا عرفت ليدز مارت من كذا حد عمل لي ريكومنديشن لليدز مارت، كذا ناس اشتغلت معاهم شكر فيهم جدا. قررنا ساعتها ان احنا نقعد مع التيم بتاع ليدز مارت، فعلا عملنا ميتنج وقعدنا. من اول يوم الصراحه في ليدز مارت حسينا ان قد ايه هم تيم فاهم، عنده اد فاليو لما نيجي نشتغل معاهم. من اول ميتنج صراحه ابدوا اهتمام قد ايه هم فاهمين ماركت الريل استيت، قد ايه فاهمين النيدز بتاعتنا. دايما بيبقى في جزئيه كده وانت بتشتغلي مع تيم الماركتنج، هو بيبقى عنده فيجن، وتيم السيلز عنده فيجن. بتاع السيلز عاوز يقفل، بس بتاع الماركتنج شايف ان هو جايب احسن ليدز في الدنيا. لا، التيم كان هيلفل جدا من اول ميتنج الصراحه، كانوا بروفيشنال جدا التيم كله، خاصه يوسف يعني كان حد شاطر جدا. قعدنا اتكلمنا مع بعض، حطينا بلان، استيك بالبلان دي جدا، حققنا ارقام كويسه جدا جدا جدا. احنا صرفنا مثلا، اشتغلنا مع بعض 5 شهور، وذن ال5 شهور دول تقريبا احنا صرفنا حوالي 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه احنا عاملين مبيعات باكتر من 300 مليون جنيه. الليدز كواليفايد جدا، نسبه الكلوزنج ريشيو منها كويسه جدا. ده غير الكيسز اللي عندنا في الاون جوينج موجوده. ناس فاهمه الماركت بتاع الريل استيت، فاهمه البروجكتس احنا بنتكلم عن ايه، ناس دارسه الماركت كويس، ناس بتقدر تديك حتى اد فاليو. هو مش بيجي ياخد منك بيقول لك انت عاوز تشغل على ايه فانا هشغل لك، انا هاخد بادجت، انت نفسك تشغل على المشروع الفلاني، اوكي انا شغلت لك وادي الليدز. لا، كمان الفولو اب بتاعهم ممتاز. ايه اخبار الليدز، كواليفايد ولا لا، دايما اب تو ديت معانا، دايما في فولو اب، دايما بياخد مننا فيدباك. الجزئيه دي مهمه جدا، ودي دايما احنا كنا بنفتقدها مع اي شركه تاني احنا بنشغلها، سواء كان ماركتير، سواء كان شركه اوتسايد، سواء كان فريلانسر. دي حاجه بتبقى مهمه جدا. هم بصراحه تيم بروفيشنال جدا. بصراحه برضو من الحاجات الجميله في ليدز مارت ان هم دايما ابديتد بطريقه شغلنا. ده موضوع مهم جدا، هو فاهم انا بعمل ايه. فمثلا مساله الاورجنايزيشن والكول بوتن دي حاجه مهمه جدا. مثلا احنا كان الليدز مثلا لما بتجيلنا بتاخد وقت طويل جدا، ان احنا من ساعه ما الليد بيعمل عندنا ريجستريشن لحد ما نوزعه على الايجنت ونرجع نعمل فيدباك تاني. لا، الاورجنايزيشن سهل كده جدا، انت مجرد ما الليد بتجيلك بتوزعها اون سبوت، بتاخد فيدباك اون سبوت. فده بيحسن الكواليتي الليدز بشكل كبير جدا، ودي حاجه صعبه جدا تلاقي في حد بيقدر يقدمها لك، لان انت دايما كنت بتاخد الليدز من اي حد تاني عباره عن شيت اكسل بتشتغل عليه. مساله بقى الكول بوتن ده كان حاجه بقى مهمه جدا، ان انت النهارده شايف ان الماركت مش كل العملاء بترد على ارقام التليفونات والكلام ده كله. فانت النهارده لو الراجل كمان اوفر سيز، مجرد ما بتكلمه الراجل بيرد عليك. فنسبه النو انسر بقت قليله جدا باللي احنا كنا فيه اصلا. النو انسر قلت بنسبه 30 40% يعني بعد ما استخدمنا الفيتشر دي، لان هي فيتشر بجد 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 فرقت جدا ان احنا نقدر نوصل للعميل بشكل اسرع وبروفيشنال اكتر.